أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحييكم أيها الإخوة والأخوات بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم في هذه الليلة المباركة من أجل أن نتدارس وأن نذكر بعضنا البعض. طلب مني أن أتحدث عن اسم من أسماء الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن لله عز وجل 99 اسما ما إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. واليوم إن شاء الله سيكون حديثنا عن اسم الله العدل. عادة يكون الحكم العدل، فالعدل أيها الإخوة والأخوات هو صفة من صفات الله عز وجل. العدل الذي لا يجور ولا يظلم. العدل لأن الله عز وجل يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فينبغي علينا أن نحقق وأن نفهم ما معنى هذا الاسم حتى نكرس حياتنا على العدل. فهذا الاسم ممكن نسمع فيه، ولكن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم درسوا هذا الحديث وطبقوه. النبي صلى الله عليه وسلم يكفينا شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل، وكان من الذين عدلوا على وجه هذه الأرض. النبي، نأخذ مثال. النبي صلى الله عليه وسلم يوم معركة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم عم برتب صفوف الجيش، ماسك بيده قدح زي سهم وماشي بصف صفوف صف. فواحد من الصحابي اسمه سواد ابن غزية متقدم هيك عن الصف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومسك القدح ولك شو قال له: استوي يا سواد. فهذا سواد لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له: استوي يا سواد بالقدح، قال: يا رسول الله أوجعتني وأنت مبعوث بالحق والعدل، أريد أن أقتص منك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ كشف عن بطنه وقال له: تفضل اقتد يا سواد. فماذا فعل سواد؟ هجم على بطن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما فعلت ذلك يا سواد؟ قال: يا رسول الله، لقد حضر الآن ما حضر في معركة في قتال، وممكن أنا أكون من الشهداء، فأردت أن يكون آخر عهدي بك أن يلامس جسدي جسدك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أخواننا كيف النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يحقق العدل بين جميع المسلمين، حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج الأول ليطبق العدل. لذلك الله عز وجل ما أرسل الرسل وما أنزل الكتب السماوية إلا ليحقق العدل على وجه هذه الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الله، ليقوم الناس بالقسط. فلذلك العدل قال: هي شجرة فيحاء يأكل من ثمارها ويجلس في ظلها المؤمن والكافر والرئيس والمرؤوس والصغير والكبير والغني والفقير. كل الناس بحاجة إلى هذا العدل الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يحقق على وجه هذه الأرض. عشان هيك ربنا بالقرآن ماذا يقول؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. طلع يعني ممنوع الواحد يميز، بدك تعدل بين جميع الناس. خلينا نأخذ أمثلة هيك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الصحابة. في واحدة امرأة اسمها المخزومية سرقت. هاي المخزومية كانت من عيلة شريفة، فقريش أهم هذا الأمر. كيف هاي المرأة المخزومية من عيلة شريفة وبدها إيش؟ بده النبي صلى الله عليه وسلم يقطع إيدها.
فصاروا يفكروا مين اللي بده يتجرأ ويروح يحكي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشفع لهذه المرأة بأن لا تقطع يدها. فقالوا أحب واحد واللي النبي صلى الله عليه وسلم مش راح يرد له طلب هو أسامة ابن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم. فراح أسامة بن زيد متشجع هيك ورايح يحكي مع النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بقصة هذه المرأة المخزومية. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله سبحانه وتعالى؟ ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فاختطب بالناس وقال لهم: أيها الناس، لقد كان في من قبلكم إذا سرق الشريف تركوه، اللي بسرق شريف ومن اتركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرسخ مفهوم العدل بين الناس، ما فيش تميز. فهذا العدل اللي لما بيقوم العدل على الناس كلها هاي الدولة تستقيم والحكم يظل ماشي والأمن والأمان ينتشر في مجتمعنا. فلذلك هذا كان أمر مهم. أيضا في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ملك من ملوك الغساسنة أسلم أجا موسم الحج، واقف فات يطوف مع الناس، وعم بطوف واحد من اللي بطوفوا دعس على ثوبه، زحمة وذكرى، وشفتوا كيف الطواف عند الكعبة دعس على ثوبه. فماذا فعل هذا الملك اللي دخل في دين الإسلام؟ استدار على هذا الرجل وقام ولطمه على وجهه. هذا اللي انلطم انضرب سكت عند الكعبة، وذهب وبث شكواه لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فعمر بعث لهذا الرجل فأحضر. قال له: لما ضربته؟ قال: لقد داس على ثوبي، ولو لم نكن عند الكعبة لقطعت أنفه بسيفي. سيدنا عمر الفاروق قال له: اسمع، أمامك أمرين، إما أن يلطمك كما لطمته، وإما أن تعتذر منه الآن. قال له: يا أمير المؤمنين، كيف تسوي بيني وبينه؟ أنا ملك وهو من عامة الناس. قال له: الإسلام قد سوى بينكما، ما فيش فرق. فهذا الملك حزت بنفسه فقال له: دعني أنظرني إلى الغد حتى أفكر في الأمر. قال له: معك لبكرة. شو عمل؟ حمل أواعيب الليل وفر. بس بعدين تندم يا إخواننا. هذا دين الإسلام يقوم على العدل بين الصحابة بين الناس، ما في فرق، وهذا الذي ينبغي علينا أن نسعى إليه. أيضا حادث آخر، مرة حدث إنه سيدنا علي بن أبي طالب فقد درعه، فشافوا عند واحد يهودي، وعلي بن أبي طالب والخليفة، فراح الخليفة عند القاضي واشتكى على هذا اليهودي: هذا الدرع لإلي. فماذا فعل؟ نادى على اليهودي، قال له القاضي لسيدنا علي: هل معك شهود بأن هذا الدرع لك؟ قال له: معي. قال له: مين؟ قال: ابن الحسين. قال: نادى عليه. قال: هذا الدرع لأبوي. قال له: هل معك شاهد آخر؟ قال له: لا. فحكم القاضي بالدرع لليهودي. فالقاضي اليهودي استغرب، قال: أمير المؤمنين يأتي إلى المحكمة ويحكم ضده؟ لا، هذا الدرع لمين؟ لأمير المؤمنين، ولقد سقط عن جمله. فعند ذلك إيش قال؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهداه سيدنا علي هذا الدرع. إذن شوفوا كيف العدل، كيف هو اللي بدخل الناس في الإسلام. العدل اللي انفقد في زماننا، هذا العدل الذي ينبغي علينا أن نسعى إليه. فلذلك يعني العدل ليس فقط إخواننا في المحاكم، وإنما ينبغي علينا أن نعدل بين أبنائنا، ونعدل بين العمال،
وأن نعدل بين الخصوم، وأن نعدل بين جميع الناس. هذا العدل لازم نطبقه بحياتنا. في كثير ناس بجور لما بده يقسم الورثة مثلا بيعطي لولد أكثر أو ممكن ما يعطي للبنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أبنائكم. ليش الجور يكون بالعطاء؟ فمشان هيك هذا العدل اللي إحنا ينبغي علينا أن نسعى إليه. أيضا عندنا العدل مرات ما تأخذ موقف من مجرد سمعة أو كلمة. قديش صارت مرات خصومات بين مين؟ بين أشخاص بسبب كلمة أو بسبب موقف معين أو بسبب حادث. هذا كله ينبغي علينا أن نتخلص منه. لازم يا إخواننا القلوب تحيا مع الله سبحانه وتعالى. القلب هذا لازم يكون سليم حتى الناس تعيش في أمن وبأمان وبعدل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعلمنا يا إخواننا أعظم الأمور. شو أعظم الأمور؟ ربنا قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب إيش؟ سليم. اليوم إحنا بحاجة إلى هذا القلب السليم. القلب السليم الخالي من الحقد، الخالي من الكراهية، الخالي من البغضاء، الخالي من الشحناء، اللي القلب اللي بحب لغيره مثل ما بحب لنفسه. هذا الذي بيرقب الناس، وهذا الذي يوصل هذا القلب يصل إلى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس: يا أنس إذا قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. يا بني إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. طلع النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بتقدر تصبح وتمسي وبقلبك ما فيه حقد وكراهية وبغضاء وشحناء للناس فافعل. شوف يا بني إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. اليوم هاي المعقول قلب سليم هاي مش هوين يا إخواننا، هاي بدها مجاهدة. النبي صلى الله عليه وسلم مرة مش كان قاعد مع أصحابه، شو قال لهم؟ قال لهم: سيطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الصحابي صار كلهم يطلعوا: يا الله مين هذا صاحب الحظ؟ مين هذا اللي بده يكون من أهل الجنة؟ ما حسوا. ولو فايت واحد يا إخواننا من الأنصار كان يتوضأ وأثر الوضوء بنزل الماء من لحيته وحامل حذائه تحت إبطه ودخل. الصحابة طلعوا عادي. ثاني يوم نفس المجلس النبي عم بيعلمهم صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: سيطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فالصحابة صاروا يطلعوا، فخرج نفس الرجل على نفس الهيئة اليوم الثاني، واليوم الثالث كذلك الأمر. مين قاعد من بين الصحابة؟ واحد شاب اسمه عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: أنا بدي أشوف شو ماله هذا، ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه من أهل الجنة؟ شو 3 مرات يقول عنه أهل الجنة؟ بدي أروح شوف بيعمل، بدي أعمل من زيه. فراح لعنده قال له: هيك حجي شو رايك تضيفني عندك؟ قال له: تفضل. بقول قاعد عنده أول يوم صار يراقبه شو عم بيعمل. شافه عادي بيصلي زيه زي هالناس، بتقلب بالفراش بذكر الله. ثاني يوم نفس الاشي. ثالث يوم بقول: اسمع، أنا بصراحة أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: سيطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وإنت خرجت 3 مرات، بس أنا بصراحة كدت أن أحتقر عملك. مش عم تعمل أعمال كبيرة، مش عم بتقوم الليل ولا عم بتصوم اثنين وخميس ولا. قال له: ما بعمل غير اللي شفته، غير أني عندما أضع رأسي على الفراش لا أبيت وفي قلبي غش لأحد المسلمين. شو قال له؟ قال له: هذه التي بلغت بك، هاي اللي رفعتك، انك تنام وفش بقلبك حقد ولا كراهية ولا بغضاء. مش زي اليوم يا اخواننا، الواحد اخوه بيحكيش معه 20 سنة و30 سنة، بموت وما بده يجي على جنازته. كم عداوة بين الجيران يا اخواننا، العداوات اللي موجودة بين الخوات وبين الاخوة. احنا هذا يا اخواننا من باب ممكن يكون اثر انه احنا ما طبقنا، ما عدلنا. فمشان هيك احنا عم نصلى يا اخواننا نار فقداننا لهذا العدل اللي احنا ما عملنا فيه. فلذلك يعني احنا واجب علينا انه احنا نسعى جاهدين ان نحقق العدل يا اخواننا ضد الظلم. واحنا بنعرف ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه،
وقديش ربنا حكى لنا في القرآن عن مصارع الظالمين، قديش بعدها مش بعاد عن عاشوراء. يوم عاشوراء شو صار يا إخوانا بهذا الشهر محرم؟ مش ربنا يا إخواننا أهلك أكبر طاغية على الأرض؟ فرعون اللي قال للناس أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، هيك كان يقول للناس. وهذا فرعون اللي تجبر، اللي استحيا النساء، وأهان الرجال وقتل الأطفال، كل ذلك بالآخر بلحظات الله سبحانه وتعالى أغرق هذا الظالم مع جيشه. ولذلك ربنا نجى المؤمنين. قارون قديش شاف حاله على الناس، قديش شاف على حاله بماله اللي ربنا أعطاه إياه. وهو إخواننا المال هو اللي بيرفع الإنسان؟ هل إخواننا المال والعقار هو اللي بيرفع قيمة الإنسان؟ لا، اللي بيرفع قيمة الإنسان هو تقواه لله عز وجل وإيمانه بالله سبحانه وتعالى. هذا قارون اللي خرج على قومه في زينته، طلع والخيول والمواكب، موكب موجود والذهب، والناس كلها تتطلع وشو يقولوا الناس؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. بس اللي بيفهم الحياة مليحة وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. شوف وين رايحين؟ الثواب اللي بيعمل بآمن وبيعمل عمل صالح، وما يلقاها إلا الصابرون. شو صار فيه هذا قارون؟ قال ربنا سبحانه وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الظالمون. فمشان هيك إخواننا طلع كيف ربنا بالآخر بيقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فمشان هيك إحنا يعني لازم نسعى ونحقق العدل، نربي أولادنا منذ الصغر، ربين التربية الإيمانية، التربية الصادقة، حتى لا نكون قد جرنا على أبنائنا. ولذلك يعني اليوم إحنا عم نشكي في مجتمعنا قديش في عنا حوادث العنف، قديش كل يوم قتل وحرق أو إطلاق رصاص ومصابين وجرحى وخوف وفزع بطمرة وبعرابة وبسخنين بكل محل. ليش؟ لأنه كثير من الآباء رفعوا إيديهم واستسلموا. مش هذا الشاب اللي كان يسرق كل يوم من دار لدار من دار لدار مسكوه، لما مسكوه وحققوا معاه حكموا عليه إن يقطعوا إيده. لما حطوه قدام الناس بدهم يقطع إيده، قالوا هذا الشاب بصرخ شو بقول؟ قبل أن تقطعوا يدي اقطعوا لسان أمي. إيه؟ هذا القاضي وقف قال وقف. شو دخل لسان امك؟ انت سرقت نقطع ايدك. شو دخل لسان امك؟ قالوا لا، انا وانا صغير اول ما بديت اسرق سرقت بيضة، رايح عند الجيران وجايب بيضة من عند الجيران وجايبها. لما جاب البيضة فات على البيت اجت امي، بقول امي صارت تزغرت، كيف زغرت النساء بالعرس، صارت تزغرت. وشو قالت؟ لقد اصبح ابني رجلا. شو بقول هذا الشاب؟ فلولا زغرودة امي ما وصلت إلى هذا الحال. لو أنها الأم بسكت على هون ارجع رجعها، ليش أخذها من عند الجيران؟ ارجع. ونبرت عليه وعلمته وأرشدته ووجهته الغلط، علمته منذ الصغر إنه هذا غلط، ممنوع الاعتداء على الآخرين، ممنوع أخذ مال الآخرين، ممنوع تسب على الآخرين، لازم تحترم الجار وتحترم الكبير هذا لو إنه الأم هاي عملت هيك كان ما وصل ابنها لهذا الحال اللي وصل له. فلذلك إخواننا يعني هاي القولة مشهورة إنه الواحد لازم ينتبه لأبنائنا، نربيهم منذ الصغر. تعرف يا إخواننا الأولاد ممكن يكون الابن زيني. سورة الكهف شو ربنا قال؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وانت الولد بيكون زيني إذا أنت ربيت ابنك وظليتك مجتهد عليه منذ الصغر. أدبوا أولادكم على حب ثلاث، على حب نبيكم وآل بيته وقراءة القرآن. أنت تعلم ابنك، تأخذه معك على المسجد، تعلموا الأداب، تعلموا الأخلاق، تعلموا العيب، تعلموا الحلال والحرام، توجهه منذ الصغر.
هذا الولد بنشأ وبترعرع على الإيمان، بترعرع على حب الناس، بترعرع على حب الخير. هذا الولد بيكون زيني، وتشوف والله ما شاء الله عنه، والله طلع هذا الولد ابن مين، هذا ابن فلان ابن فلاني، الناس كلها بتمدح فيه، مزبوط. بس بالقرآن أخرى في صفة مليحة للولاد. شوف يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. طلع الآية الولد مرضو يكون قرة عين لأهله، مبسوطين فيه، والله هي طلع صار يروح ويجي وما شاء الله عنه، هاي قرة أعين. بس أخرى انتبهوا بالقرآن الولد انذكر بصفة ثانية. شو ربنا قال؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يعني الولد ممكن يكون إيش؟ عدو لمين؟ لأبوه لأمه. قديش اليوم يا إخواننا أبناء سببوا الدمار لمين؟ للبيت كله. في أباء انقتلت بسبب أولادهم، وفي أمهات اتضررت بسبب مين؟ بسبب أبنائهم. هذا الآية مش مطبقة، مش أصبح هذا الولد عدو لمين؟ لأهله. فمشان هيك إحنا بهذا الزمان لازم نفتح عينينا مليح ونربي أبنائنا ونعلمهن. تعال نرجع على القرآن، شوفوا القرآن قديش ذكر الشباب. ربنا ذكر لنا قصة أهل الكهف، نقرأها كل يوم جمعة وليلة جمعة. عن إيش تحكي سورة الكهف؟ تحكي عن مجموعة شباب اللي كان همهن رضا الله وعبادة الله، وما خافوا لا من ملك ولا من ظالم ولا فربنا سبحانه وتعالى سطر هذه القصة في القرآن الكريم تتلى إلى قيام الساعة. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. القرآن ما ذكر لنا عن يحيى؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ولد صغير صبي يؤتى الحكم، يحكم بين الناس. طلع احنا هذول لازم يكون قدواتنا. النبي إبراهيم يا اخواننا سبحان الله، الناس لما بيسمع قصة إبراهيم فكروا إنه النبي إبراهيم لما ألقي في النار كان رجل كبير وطاعن في السن، يعني هيك يمكن مخيلاتنا. ولكن إبراهيم لما حطم الأصنام شو قديش كان عمره؟ قال سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. شو فتى؟ قديش يعني الفتى؟ 10 12 13 15 سنة أكثر إشي، يقف لحاله أمام بلد بأكملها ويحطم الأصنام ويقف أمامهن ويلقى في النار أمام كل الناس، وهو يقول إيش؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا حقق العدل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هي قصة يعني إحنا متعلمها ونعلمها لأولادنا من شان النبي إبراهيم يصير قدوة، والنبي يحيى يكون قدوة، وأهل الكهف يكونوا قدوة، والنبي إسماعيل عليه السلام يكون قدوة. نبي إسماعيل يعني يا إخواننا هذا مثال لكل الشباب اللي بده يعق وما بده يبر بالوالدين. طلع واحد يجي أبوه يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شوف وين، شوف بيقول له أبوه، ولد صغير بعده متربي على الإيمان وعلى التقوى، أبوه يقول له أنا شايف بالمنام إني لازم أذبحك. شو قال له؟ قال له يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف الإيمان، شوف التربية، شوف يا إخواننا على إيش النبي إبراهيم ربى ابنه، مع أنه كان يغيب عنه كثير، بس في عنده الأم إلا هاجر عليها السلام اللي هي بتربي ابنها برضه على الإيمان وعلى التقوى. الأم هي شريكة الأب بتربية. فهذا إخواننا القصص اللي انذكرت بالقرآن. نبي يوسف عليه السلام اللي عفيف الطاهر اللي يتعرض للإغراء ويقول إني أخاف الله رب العالمين. طلع. فهذا إخواننا كله قصص إحنا لازم نعلمها لأبنائنا ولشبابنا حتى يترعرعوا على الإيمان ويترعرعوا على حب الله سبحانه وتعالى. فهذا إخواننا أمر مهم جدا. فلذلك إخواننا هذا العدل اللي إحنا لازم نقيمه في مجتمعاتنا، نحاول نسعى نربي أبنائنا منذ الصغر وبناتنا على تقوى الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول ابن تيمية؟ يقول ابن تيمية عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة.
عاقبة الظلم بدك تشوف الأقوام اللي ظلمت، بدك تشوف شو صار فين. اقرأ القرآن، اقرأ عن قوم عاد وعن قوم ثمود، واقرأ عن فرعون، واقرأ عن قوم نوح، واقرأ عن كل الأمم اللي سبقت الإسلام، وشوفوا شو كانت عاقبة الظالمين. بس العدل عاقبته ايش؟ كريم، انت لك أجر ولك ثواب عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال قولة مشهورة ابن تيمية، قال إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة. مرات تشوف دولة كافرة بس ماشي بيعدلوا بين الناس، القوانين بيمشوها على الكل، بتشوف ربنا بنصر هاي الدولة بتظلها مستقيمة ومكملة. وبالوقت نفسه قال ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. احنا دولة مسمين حال المؤمنين، والظلم ايش ماله موجود، والمساجين كلهن من المشايخ وحفظة القرآن، كيف ربنا بده ينصر هاي الدول؟ مشان هيك لازم واحد اخوان يكون مطمن انه ان شاء الله يعني الظلم نهايته ايش؟ نهايته قريبة، ممكن الطول شوي، ولكن اخوانا ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. ممكن الله يمد، ما مد لفرعون، مد بالاخر اخواننا مين كان يتصور انه بلحظات يغرق فرعون وجيشه؟ لحظات. مين كان يتوقع قوم نوح الارض كلها يملأها الماء وربنا ينجي النبي نوح ومن آمن معه في السفينة؟ هذا كله يا اخواننا ببين لنا. فمشان هيك ايضا يعني احد الولاة بيكتب رسالة لعمر بن عبد العزيز، بقول له ارسل لنا الاموال حتى نقيم جدار حول العاصمة، عاصمة الولاية، بدي يعمل جدار مشان يحميها. اجى عمر بن عبد العزيز قال له وماذا تنفع الاسوار؟ شو بدها تنفع الاسوار؟ عملت صورة من جوا وجوا مش مزبوط الوضع. قالوا ماذا تنفع الاسوار؟ قال حصنها بالعدل ونقي طرقها من الظلم، هيك تستقيم. هذا الحماية انه احنا ننشر العدل، نقيم الظلم. فمشان اخواننا واخواتنا يعني الدور علينا، احنا كلياتنا علينا واجب. يعني احنا الان مجتمعنا عايش في فترة ابتلاء. احنا عرب ال 48 يمكن ربنا ابتلانا ابتلاء عظيم. هذا القتل ولا بأي مجتمع من المجتمعات صار، وربنا قال ولا نبلونكم، معروف، بشيء من الخوف. صرنا نخاف على اولادنا وعلى بناتنا ما تطلع وما تطلع بالليل. صرنا نخاف من الخوف والجوع. هذا المحلات عم بتسكر وخاوة ويلا ويطلق الرصاص، ومن الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس. عم نفقد انفس كثير، 160 صرنا هاي السنة، يعلم الله باخر السنة قديش، والانفس والثمرات. بس بالاخر ربنا نقول وبشر الصابرين. فاحنا بدنا نصبر، بس مع الصبر مش نضلنا متكتفين، لا، علينا دور. كل واحد مننا لازم يكون عليه دور، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، وان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. يعني انا بقدر بيتي بسعى، بقدرش خلصت من بيتي عند الجيران، شفت ولد بقدر بغير انبهه احذره. علينا دور اصلاح بين الناس يا اخواننا، اصلاح ذات البين. شفت اثنين بتبدا المشكله صغيره بسرعه بادر الى اصلاح ذات البين حتى نحقق العدل. كيف بدنا يصير عدل يا اخواننا في مجتمعنا؟ عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ادلكم على افضل من الصلاه والصوم والصدقه؟ قالوا بلى. قال اصلاح ذات البين، بدك تصلح بين المتخاصمين. فهذا الإصلاح اللي إحنا بنسعى له، إحنا منشان نحقق العدل في مجتمعنا. فلذلك إحنا يعني بدنا نجتهد أيها الإخوة والأخوات قديش إحنا بنقدر حتى نصل إلى العدل اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به إنه إحنا نحققه. فلذلك علينا جهود، وهذا الجهد بده يا إخواننا مثابرة وبده اجتهاد، ونعرف انه العاقبة بالاخر للمتقين. والانسان يا اخواننا اللي بيسعى في العدل هذا مين؟ من الله عز وجل بحبن. شو ربنا قال؟
إن الله يحب المقسطين. الله بحب الناس اللي بيعدلوا. فمشان هيك اخواننا نحن نحاول نعدل. عندك عمال اعدل بيناتهن، عندك اولاد اعدل بيناتهن، خلي المحبة ترجع، خلي الأسر تجتمع. كثير إذا أنت بتميز ولد عن البيت أنت دمرت البيت، أنت دمرت البيت. فمشان هيك احكم بالعدل، انشر العدل بين أبنائك، بين العمال، بين المعلم، بين الطلاب، وكل مكان الإنسان موجود فيه وجب عليه أن يحقق العدل. ودائما إخواننا إذا الإنسان انظلم في الدنيا، احنا نعرف انه ربنا مرات بعاقب الظالم عشان يكون عبرة، ولكن ممكن هذا الظالم ما يأخذ عقوبته في الدنيا، ولكن بدك تعرف عند ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله ولا يظلم ربك أحدا. ربنا مش راح يظلم ولا واحد. هاي الآية بتريح، هاي الآية بتريح النفس لما تقرأها، ولا يظلم ربك أحدا. يوم القيامة ربنا نقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول على لسان لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. تصور بالآخر ما تخاف، ما تخاف، ربنا راح ينصر وراح يقسط يا اخواننا بين الجميع. ولذلك احنا اخواننا نحقق هذا الاسم اللي هو اسم الله سبحانه وتعالى العدل. فقديش انت بتقدر تتقرب من ربنا سبحانه وتعالى وبهذا الاسم من اسماء الله الحسنى، هذا يكون لك افضل. نعرف اخواننا اليوم الحمد لله في عرفش الاسماء الحكم، العدل، الغفور. هاي اخواننا يعني مش اذا انسان ظلم طريقة تسكر بوجهه، لا، بيقدر في عنا الظلم انه الواحد بيقدر يرجع الحقوق لاصحابها، بيقدر الانسان اخواننا يتراجع وايش يعمل ويسعى من اجل انه يبدا صفحة جديدة. كثير مرات في واحد شيخ بخطب عن السرقة، فاجى واحد اتصل فيه قال له شيخ معاوزك لقيني بالمحل الفلاني. الشيخ خاف شوي، مين هذا يعني؟ راح هيك على طرف البلد وبقول له اسمع، شام لثم، بقول له أنا تبت لله عز وجل وأنا فتت على دار فلان الفلاني، تسألنيش مين أنا، وسرقت من عنده 100,000 شيكل، وإياهن هذول 100,000 شيكل ورجع له إياهن وظلوا رايح. شو اخواننا مرات الإنسان ممكن يكون ماشي بطريق الظلم ينضحك عليه، ممكن أصدقاء السوء يورطوه، ولكن إحنا بنعرف إنه في بذرة الخير هاي إذا إحنا بننشرها وبنحاول إنه إحنا يعني نرفع هاي الراية، إلا إخواننا يتغير هذول الشباب. مش هذول الشباب يعني منين أجوا يعني، أو ما أجوا، هذول أولادنا ممكن إخواننا كلمة واحدة تأثر فيهن. وهذا الإشي اللي لازم إحنا نسعى له. نعرف يا إخواننا مين الصحاب مرات بيودروا. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا بسورة الفرقان آيات اللي الواحد لازم يتفكر فيها. شو ربنا يقول؟ يوم يعض الظالم على يديه. يعض كما بيقولوا علماء التفسير بوكل ايديه بنتشهن للمرفقين، بعودوا بنبتوا، بعود بكلهن، بعودوا بنبتوا. هذا من الندم. يوم يعض الظالم على يديه. ليش؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ريت مشيت بطريق الرسول صلى الله عليه وسلم، يا ريت رديت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا ويلتا، بكمل، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يا ريتي ما صحبت فلان، هو اللي ودرني واخذني على السلاح واخذني اطوخ واخذ الا هذا. يا اخوانا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. خذلوا. فمشان هيك اخواننا فتحوا عينيكم منيح، يكون لنا جهد، يكون لنا عمل متواصل حتى نسعى بإذن الله سبحانه وتعالى
إنه ننقذ مجتمعنا، نرفع من القيم اللي انفقدت عند بعض من الشباب. إخواننا احنا في مجتمعنا إخواننا يعني بصفته المليحة، صفة مجتمعنا مليح، ولكن إخواننا الثل الصغير ينضحك عليها، اللي هي إخواننا عم بتعيد في الأرض فساد وعم بتخرب علينا. فإحنا إن شاء الله رب العالمين نحاول نسعى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا أمر ربنا سبحانه وتعالى، فنسأل الله أن يعيننا جميعا على إقامة العدل في بيوتنا، في حاراتنا، في مجتمعاتنا، حتى إن شاء الله يخرجنا الله سبحانه وتعالى من الضيق إلى الفرج. بارك الله فيكم على حسن الإصغاء، وربنا يرحم طبعا اللي كانوا سبب في اجتماعنا هون، وبارك الله فيكم يا إخوان.